الله الله، ريحة الفروج غير شكل. كيف بنساوي المندي على أصولها من ابن المهنة؟ شايفين اللحم؟ نيفة. الله الله الله، شايفين الرز ما أحلاه؟ كل رزة واختها شوية دقوس. بسم الله. نغم شي فاخر على الآخر. بدك تتعلم الطريقة الصحيحة للمندي؟ تابع الفيديو. هلا بنجيب الفروج اللي عنا وزنها من ال 1200 لل 1300 جرام لحد ما يكون تستوي عنا بالفرن، واكيد لازم نغسلها وننظفها كتير منيح. انا هون كمان غسلتها ونظفتها تنظيف عادي بدون اي اضافات. وهلا رح نيجي لتتبيلة المندي الاصلية الخرافية. هلا للاصول احنا نتبلها على جنب، بعدين نحطها على الفروج. طبعا اذا بدنا نحط البهارات على الفروج مع الزيت، اول شيء ما رح يختلطوا البهارات منيح، ولا رح يعطينا الطعم اللي احنا بدنا اياه الاصلي 100%. وعندنا نص كاسة زيت بتساوي 110 جرام، طبعا الزيت نباتي. نص معلقة كركم، معلقة كبيرة بهار احمر حلو، معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسود، نص معلقة قرفة، طبعا القرفة ناعمة. واصول الاكله نستخدم لها الزعفران. طبعا اللي ما عنده زعفران بامكانه يستخدم ملون الطعام او صفار البيض او صفار الزعفران اذا متواجد. اللي ما بيعرف شو هو صفار البيض، هو صفار البيض. بالنسبه للزعفران انا نقعته بمي سخنه، طبعا بناخذ لنا شي 10 شعرات، هو انتم الكميه كمان، وبننزلها. بامكانكم انتم كمان تنقعوا بماء الورد. وانا عندي كمان هون ربع المعلقه ملون الطعام، هي صفار البيض، كمان راح احطها منشان اعزز اللون. هلا بنخلطهم. شايفين اللون شلون صار ما احلاه؟ وهلا احنا رح ننزل التتبيله فوق الدجاج. الله الله، مساج خفيف وهلا بتكون جاهزه معنا. وانا سويت الدجاج اول شيء لانه بياخذ اكبر وقت من الطبخه، لهيك انا سويته اول شيء. هلا بدي انزله على الصينيه واحطه بالفرن. طبعا بالنسبه للفرن بده يكون مشغل قبل بوقت، يكون حامي الفرن من فوق وتحت على حراره 180. كمان بدي انزل الخليط. بسم الله. الافضل انه احنا نحط ورق الزبده، انا ما عندي ورق زبده، هو الافضل انه نحطه مشان ما يلزق ويحترق معنا. هلا انا عندي بس ورق القصدير، بغطيهم منيح. هلا بدخله على الفرن. وهلا بنجيب الغاز والطنجره لناخذ النكهه الاصليه. اول اشي اللي بدنا نعمله لازم نقلل البهارات العطريه. انا حطيت هون عود قرفه، حبه لومي، ورق غار وقرنفل. وهون بتفقس النكهه اللي بدنا اياها. بنحط نقطه زيت ومنقلب. وهلا بعد ما تحمصوا وطلعت ريحتهم الحلوه بنجيب الرز اللي عندي. طبعا مش اي رز بمشي الحال للمندي. هلا بالنسبه لرز المندي احنا دائما بنستخدم الرز الهندي. طبعا بيمشي، في عالم بتساويه برز الكبسه او رز بسمتي العادي، بيمشي الحال، ولكن ما بيعطينا النكهه الاصليه غير الرز الهندي. انا هون غسلت الرز، طبعا غسلته بس غسيل وصفيته من المي ونشف معي مثل ما شايفين. انا استخدمت كاستين ونص. واذا بدكم الحبه تطلع هي واختها لازم نقليها مع البهارات قبل ما ننزل عليها المي. هلا بننزل الرز. بسم الله. بنعطيهم تقليبه خفيفه، معلقه ملح. وهلا بننزل المي. بسم الله. واصحك تقول لي تحط 7 بهارات او كمون او اي نوع من البهارات، لانه هاي هي البهارات الاصليه. ومثل ما شايفين بعد ما تشرب معي الرز، هلا بدنا نوطي تحته على اخر اشي ونغطيه وبنحطه على جنب. بدنا نخليه تقريبا من 15 دقيقه لل 20. وهلا بعد ساعه كامله استوى الفروج لنطلعه من الفرن. الله الله الله، ريحه الفروج غير شكل. بسم الله. بدنا ننتبه احنا عم نشيل القصدير مشان ما ننحرق من البخار. هلا انا عندي سلوفاني بدي احط لها شويه زيت نباتي منشان بدي احط الفحمه ومشان يتشرب كلياته بطعم الفحم. هلا بدي انزل الفحمه. بسم الله. وبنغطي بسرعه وبنحطه على جنب.
وهلا كمان استوى معي الرز، شايفين شلون كل حبة واختها. الله 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 الله، ريحته شيء بشهي. وهلا لازم نحط له ملون الطعام، صفار البيض مثل ما قلت لكم او صفار الزعفران، واذا عندكم هو الاصلي نستخدم له الزعفران. انا حطيت ربع معلقة صفار البيض مع كاسة من المي. منجيب سلوفاني كمان نغرزها، زيت نباتي، ومننزل الفحمة ومنغطي ومنحطهم على جنب. ومعقول عم ناكل المندي الاصلي وما نعمل له الدقوس؟ يا باطل. رح نساوي الدقوس على مرحلتين. اول مرحله عندي حبتين فليفله حلوه وحبتين فليفله حده، سن توم، وعندي بصله صغيره. ليش بصله صغيره؟ لانه اذا حطينا بصله كبيره بنشعر بالعطش، اما الصغيره بيعطي طعمه طيبه وما بنشعر بالعطش. وبعدين عصره ليمونه، طبعا الليمون بلا بزر اللي عندي. وهلا بدنا نعمل له النص ضربه نخليها خشنه شوي. بسم الله. وهلا هيك صارت معنا جاهزه بهذا الشكل. هلا بدي انزلها على زبديه فاضيه. وهلا المرحله الثانيه بدي انزل البندوره. بالبندوره انا عندي 4 حبات وسط حمراء، وبنشغل كمان بدي اياها خشنه. هلا بننزل النعناع. بالنسبه للنعناع انا عندي 5 عروق من النعناع، بس اخذت الورق. كمان بنضربهم. معلقه ملح صغيره. وهيك صار الصوص جاهز. وهلا بدي افضي البندوره على الفليفله. طبعا انا عملته على مرحلتين مشان الفليفله يكون لها قرشتها الطيبه، لانه اذا بدي اطحنها كلياتهم مع بعض فراح تروح القرشه تبعها وراح تصير مثل الشوربه. عندي معلقه دبس بندوره، طبعا معلقه دبس فليفله. انتم بتختاروا بامكانكم تحطوا كمان حد او حلو، هذا حسب الرغبه. هلا بنحركهم منيح. وهلا هيك صار عنا الصوص جاهز. وهلا رح نبلش السكب. طبعا البهارات بنشيلها على جنب. وهلا بننزل الدجاج. هلا بنضيف المكسرات، وانا شخصيا بحب ضيف الزبيب. بنحط شوية بقدونس. وهيك منسفنا صار جاهز. الله. هلا هيك صار جاهز المندي تبعنا. تعالوا لندوقه سوا. بسم الله. شايفين اللحم نيفة، العظمة رايحة رايحة. الله الله الله، شي فاخر على الآخر. شايفين الرز محلاه، كل رزة واختها. هاي هلا بنحط لنا شوية دقوس. بسم الله. نغم، شي فاخر على الآخر. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسونا من اللايك والاشتراك والتعليق. سلام.